صنعت في صقلية وسحبت إلى مرسى البريغة بالزوارق. وفي لاسبيتسيا في إيطاليا وبرشلونة في أسبانيا بدأ المهندسون العمل في الفرضتين اللازمتين لاستقبال الغاز المسيل وإعادة تبخيره. وأثناء كل ذلك بدأ صنع الناقلات الخاصة، وهي 4 ناقلات كلفة الواحدة منها 10 ملايين جنيه ليبي، 3 منها تصنع في إيطاليا وواحدة في أسبانيا. وهي أضخم ناقلات للغاز الطبيعي المسيل صنعت حتى ذلك التاريخ، وتحتوي كل منها على 4 خزانات من الألومنيوم معزولة عزلا تاما ليظل الغاز في درجة 162 مئوية تحت الصفر، وإذا سخن السائل تحول إلى غاز وتبخر. إذا تسربت البرودة من جدران الخزانات تشقق هيكل السفينة. ولضبط هذه الحمولة وحفظها تحتاج السفن إلى آلات معقدة، أجهزة لمراقبة ضغط الخزانات ودرجات الحرارة ومستوى ارتفاع السائل والتسرب الممكن حدوثه وانخفاض حرارة فولاذ هيكل السفينة والبقع الباردة، وضوابط أوتوماتيكية لإغلاق صمامات التحميل، وإقفال أوتوماتيكي لمعدات حفظ الشحنة في حالة انخفاض الضغط. خلال السنة الثانية من البناء بدأت الوحدة الصناعية تتخذ شكلها معتمدة على إمكانات قارات 3. من الولايات المتحدة أبراج التبريد ال4 التي تقوم فعلا بتسييل الغاز تبدأ رحلتها من المعمل. كل منها يحتوي على 840 كيلومترا من أنابيب الألومنيوم، وطوله 60 مترا ووزنه 215 طنا. وهذه الأبراج أضخم وأغلى قطع من المعدات شحنت من ميناء نيويورك. من برشلونة العمل يجري في الميناء حيث يستقبل الغاز المسيل ويعاد تبخيره.